السلام عليكم، يا أهلا وسهلا بحضراتكم. بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ما نبتدي حابب أقول لحضرتك إن حلقة النهاردة فيها تطورات جديدة، مش كلام مكرر ومقاطع حصرية هتعرض لأول مرة، فتأكد إن حضرتك تتابع معايا حلقة النهاردة للنهاية قبل ما تشرفني برأيك في التعليقات. وخليني أبتدي مع حضراتكم حلقة النهاردة بظهور شاهد جديد بيتكلم عن موضوع تجارة الأعضاء، وبيقول إن هم ضحكوا عليا وخدوا أعضائي. تعالوا نتابع المقطع ده. انا شكرا على اللي عملتيه معايا. انت عملتي معايا فوق الغلط بشويه. انا وربنا تعبان لحد دلوقتي ما قادر، بس انا مش هحل المره دي ومش هسيب حقي ومش هسكت. زي ما كله اتكلم انا هتكلم. انا عملت زي الناس كلها، وانت يا فنانه اللي قنعتيني ووقفت واتكلمتي معايا والكلام ده كله وخليتيني عملت كده. انا غلطان، عندي غلط، مش ما عنديش غلط اللي انا وافقتك اساسا، بس زي ما كله اتكلم وعرفت غلطي انا كمان لازم اتكلم، وغلاوه ربنا ما هحل واتكلم وهنزل فيديوهات تاني، وكل شويه انزل فيديوهات لحد لما تشوفوا لي حل في الحوار ده. انا تعبان وربنا تعبان اهو، تعبان يا جدعان، حرام. فبرضه زي اي حد عايز حقه. انا برضه غلطت، ما البني ادم مش معصوم من الغلط. غلطت ضد ظروف الدنيا كانت صعبه عليا وقلت اعمل الحوار دوت، فمش ذنب برضو اللي انا اعيش طول عمري تعبان كده اهوت. زي ما شفنا كده، ده شاهد جديد طالع برضو على السوشيال ميديا ويقول لك على موضوع تجارة الأعضاء وإنهم ضحكوا عليه وخدوا أعضائه. هو ما ذكرش بالاسم الفنانة وفاء عامر ولا الناس اللي تم ذكر أساميهم، ولكن الكلام باين إن هو عليهم. هنا بقى حاجة نرد على سؤال أنا سألته لنفسي وحضراتكم سألتوه. ليه وزارة الداخلية مشكورة رغم المجهودات اللي عملتها الفترة دي وحبس التيك توكرز اللي هم أساءوا للمجتمع، ليه لحد دلوقتي رغم مجهودها الجبار ما فتحتش أي تحقيق أو أي كلام في موضوع تجارة الأعضاء والناس اللي ذكرتهم مروة؟ إجابة السؤال ده يا صديقي كان بيطلع علينا المحامي هاني عوض اللي هو محامي مروة، ويقول لك إن هم لحد دلوقتي في موقف الدفاع، ان هم بيدافعوا عن مروه من البلاغ اللي قدمته ضدها وفاء عامر. يعني هم في موقف الدفاع وبيحاولوا يشوفوا المستندات والادله والشهادات علشان يتحولوا لموقف الهجوم. طيب حضرتك عندك خلفيه مين اللي تم توجيه ليه طلب حضور للتحقيقات في القضيه بتاعت مروه؟ في للشخصيات اللي اتكلمت عنهم؟ ايوه. لا، حتى هذه اللحظة قرار النيابة العامة لم يشمل أي طلب لحضور أي شخص. مفيش حد طلب حضوره خالص حتى في هذا؟ لسه، لأن احنا حتى هذه اللحظة كان التحقيق مجرد توجيه مناقشة، توجيه اتهام فيما يخص بلاغ الفنانة وفاء عامر. فاحنا كنا في موقف المدافع، هننتقل إن شاء الله إلى موقف المهاجم. في زي ما قلت لسيادتك ان احنا هنتحرك في اتجاه ان احنا هنقدم كل الشهادات المنشوره دي على السوشيال ميديا، وهنطلب من النيابه الموقره مواجهه الشخصيات المذكوره اسمائهم دي بالادله والشهادات. والنيابه العامه هي سلطه التحقيق المخول لها تمييز الصحيح من الغش. ده كلام المحامي هاني عوض محامي مروه من كام يوم كده، وبالظبط يا صديقي هو ده اللي حصل. وكلام المحامي هاني عوض طلع صحيح، وهم فعلا كانوا بيدوروا على الشهادات وبيجمعوا الأدلة علشان يتحولوا لموقف الهجوم. أيوة، أول تحقيق رسمي وبلاغ للنائب العام بخصوص تجارة الأعضاء. ركز حضرتك، ملناش دعوه بقى بموضوع خدش الحقيقي العام. البلاغ المره دي مقدم لفتح تحقيق في موضوع تجاره الاعضاء، ومذكور بالاسم في البلاغ وفاء عامر وهبه ترك وام ساجده وام مكه. فكتب المحامي احمد مهران، وده خبر جديد لسه من 28 دقيقه من وقت ما صورت الحلقه دي. زي ما حضراتكم شايفين انا لسه مصدقك يا مروه ومصمم انك مش مجنونه وانك صادقه. بلاغ للسيد المستشار النائب العام ضد كل من وفاء عامر،
هبة ترك، أم سجدة، أم مكة، سلمى الرحال، أسماء إسماعيل، مروة يسري والمعروفة إعلاميا بمروة بنت مبارك، كان لازم اسم مروة يكون في البلاغ علشان يتسألوا كلهم، ولأن مروة هي شاهد الإثبات واللي معاها ما به نستطيع أن نصل للحقيقة في كشف شبكة كبيرة للإتجار بالبشر وغسيل الأموال. والبلاغ كاتب رقم البلاغ والسنة، نص البلاغ اللي قدمه أحمد مهران السيد المستشار النائب العام بعد التحية، مقدمه لسيادتكم الدكتور أحمد مهران ضد، ركزوا حضراتكم بقى، أول حاجة المدعوة مروة حسن السيد مبارك مدعي أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. تاني حد في الدعوة أو في البلاغ زي ما حضراتكم شايفين المدعوة وفاء عامر فنانة. ثالث واحدة المدعوة هبة أيمن الترك أرملة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا. رابع حاجة المدعوة أم مكة صانعة محتوى على تيك توك. 5 المدعوة أم سجدة صانعة محتوى على تيك توك. 6 المدعوة سلمى الرحالة صانعة محتوى على تيك توك. 7 المدعوة أسماء إسماعيل بسيوني محمد أحمد صانعة محتوى على تيك توك. دول الناس اللي البلاغ مقدم ضدهم. ركزتوا حضراتكم؟ تعالوا بقى نشوف الموضوع البلاغ في ايه، وده حصري لأول مرة التحقيق في تجارة البشر أو التجارة بالأعضاء. الموضوع بقى ظهرت في الأيام الماضية على منصة تيك توك المدعوة مروة مجهولة البيانات في بث مباشر، وادعت ادعاءات خطيرة تتمثل في 1 زعمها بأنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك والفنانة إيمان الطوخي. 2 اتهامها لمجموعة من الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم ركزوا بقى الأسماء اهي: الفنانة وفاء عامر، المدعوة هبة أيمن التركي، المدعوة أم مكة، المدعوة أم سجدة، المدعوة أم خالد، المدعوة سلمى الرحالة. تعالوا نكمل بقية البلاغ. باشتراكهم حسب ادعائها في شبكة منظمة للإتجار بالأعضاء البشرية وغسيل الأموال، وذكرت أن الفنانة وفاء عامر قامت بشراء كلية وجزء من كبد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم شيكا بالاشتراك مع أرملته المدعوة هبة أيمن التركي مستغلة ظروفه المالية، وهو ما زعمت أنه السبب في وفاته لاحقا، كما أشارت على الثروات الطائلة مجهولة المصدر لعدد من الأشخاص. لذلك أنا بختصر لحضراتكم: فتح تحقيق عاجل في هذه المزاعم للوقوف على حقيقتها واستدعاء الأشخاص المذكورين والاستعلام عن هويتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة سواء ضد من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو في ارتكاب جرائم غسيل الأموال أو الإتجار في الأعضاء البشرية حال صحتها. أخد نفسي بس زي ما شفنا كده، ده أول بلاغ رسمي للتحقيق في موضوع تجارة الأعضاء. كل اللي فات ده يا صديقي زي ما شفنا المحامي كده كان بيقول لك إن هم في موقف الدفاع وبيلموا الأدلة والشهادات. هنا بقى بدأ الكلام الرسمي في موضوع تجارة الأعضاء، والمستشار أحمد مهران ذكر بالاسم الناس اللي اساميهم في البلاغ: وفاء عامر وأم سجدة وأم مكة وكل الناس اللي قالت عليهم مروة بنت حسني مبارك. بمناسبة المستشار أحمد مهران عايز أعرض على حضراتكم فيديو بيشرح فيه، لأنه راح نيابة اسكندرية وحضر مع مروة بنت السيد مبارك أمام النيابة وهي بتسألها عن موضوع محمد خالد. مهم ان حضراتكم تكملوا الفيديو ده بتاع المستشار أحمد مهران، واستنوني علشان في مفاجأة تانية في نهاية الحلقة. ناس كتير بتبعت وتسألني وتقول لي هي ايه الأخبار؟ ايه اخر التطورات في قضية تجارة الأعضاء؟ يا ترى مروة أخبارها ايه وايه اللي بيحصل معاها؟ ومروة فين دلوقتي؟ وقالت ايه في التحقيقات؟ النهارده هحكي لكم كل اللي حصل وكل اللي شفته بعينيا. انا اول امبارح كنت موجود في النيابه بحضر التحقيقات مع ام محمد خالد وابوه، وهناك قابلت مروه. كل اللي حصل وكل التفاصيل هحكيها لكم، وهعرفكم في نهايه الفيديو ده احنا وصلنا لفين في قضيه تجاره الاعضاء. اللي حصل ان اول امبارح خدت معايا ام محمد خالد وابو محمد خالد، الواد الصغير ابو 6 سنين اللي مروه قالت في الفيديو انهم خدوه خطفوه من الوراق وانهم قطعوه وباعوا اعضائه. لما رحنا النيابه وقابلنا المحامي العام وبعتنا لرئيس نيابه الشؤون الاقتصاديه وغسل الاموال، لان قضيه مروه موجوده هناك.
مروه موجوده في المنتزه اول، في نيابه المنتزه اول، بس مش النيابه الجزئيه، لان مروه مش متهمه لا في جنايه ولا في جنحه. مروه متهمه بجريمه من جرائم الانترنت اللي منها اساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولان النيابه المسؤوله عن التحقيق في النوعيه دي من الجرائم هي نيابه الشؤون الاقتصاديه وغسل الاموال في اسكندريه. وليه في اسكندريه؟ لان مروه اتقبض عليها في اسكندريه تحديدا في حي المنتزه. بعد ما قدمت البلاغ ورئيس النيابه مشكورا فتح تحقيق وسمع كلام ام محمد خالد وابوه، واللي حكوا له كل التفاصيل من اليوم اللي اتخطف فيه محمد خالد سنه 2021 لحد النهارده. صحي من النوم ونزل الشارع يلعب مع العيال وجاب ايس كريم، ما عجبوش قال لها يا ماما ما عجبنيش، قالت له اديه لحد من العيال وخد فلوس تانية يا حبيبي وهات حاجه تانية. نزل يلعب في الشارع، اخته نزلت لقيته موجود، رجعت مش موجود، طلعت تسال مامتها اخويا محمد مش تحت في الشارع هو ما طلعش هنا؟ قالت لها لا ما جاش. بصت عليه من الشباك ما لقيتوش، نزلوا يدوروا عليه وبقالهم 4 سنين بيدوروا على محمد خالد. الام بتدور على كل الجروبات وتسال في كل مكان لحد لما ظهرت لها مروه. كان الاب والام بينزلوا على الجروبات ويسالوا الناس، والناس تقول لهم ده احنا شفنا طفل شبيه في دمياط، في الشرقيه، في الغربيه، يسافروا ويجروا ويدوروا عليه على انه تايه. لحد لما مروه طلعت مره في فيديو وقالت انت فاكره يا امه مش عارفه ايه لما الواد بتاع الوراق اللي خطفتوه؟ وده كان اول فيديو، بس مروه ما قالتش في الفيديو ده مين هو الطفل المقصود. الفيديو اللي بعد منه مروه طلعت وكانت بتتكلم مع واحده وبتقول لها ام مروان اللي هي زينبه اللي خطفت الطفل محمد خالد بتاع الوراق، واكدت انها عارفه الطفل وعارفه اسمه والمنطقه اللي اتخطف منها. الفيديو الثالث اللي قدمناه للنيابه وهي بتقول انا معايا صوره بطاقتها واسمها بالكامل ورقمها القومي، زينبه اللي خطفت محمد خالد. وده كان السبب الحقيقي في ان احنا نقدم عريضه للنيابه نطلب لسماع اقوال مروه. والعريضه اللي احنا قدمناها للمحامي العام كان الهدف منها استدعاء مروه وسماع اقوالها، باعتبارها ان هي الشاهد الوحيد بالنسبه لنا على ان محمد خالد اتخطف واتباعت اعضائه. وبالفعل النيابه استدعتها وعملت مواجهه بينها وبين الام، وقالت للام ما تخافيش انا هقف معاكي وهقول كل اللي اعرفه عشان تعرفي ابنك راح فين، واللي عملوا فيه كده ياخدوا جزاهم. وام محمد خالد قعدت تدعي لها. وبعد ما خلصت المواجهه بين ام محمد خالد وبين مروه واللي قالت ايوه فعلا دي فيديوهاتي وانا قلت الكلام ده وعندي معلومات، خرجنا لان دورنا كان انتهى. النيابه كانت اخذت اقوالنا وخدت اقوال ام محمد خالد. واحنا خارجين مروه قالت لي والنبي ما تسيبنيش، احضر معايا، خليك معايا. بصيت لرئيس النيابه وانا مندهش. انا جاي بحضر بصفتي محامي مع اسره محمد خالد المجني عليه، ماليش صفه ان احضر مع مروه ولا انا محاميها. وفي نفس الوقت هي صعبانه عليا وانا متعاطف معاها وانتوا عارفين، ومش هين عليا اسيبها وعايز احضر معاها، بس مستني النيابه توافق، لان كان في 2 محاميات حاضرين معاها، الاستاذه هنادي والاستاذه ايمان. وهقول لكم بعد شويه ايه القصه الخاصه بالاستاذه هنادي والاستاذه ايمان. فاستاذنت السيد رئيس النيابه، قلت له معليك هي بالنسبه لي مش متهمه، وحضرتك عارف احنا ما بنتهمهاش بحاجه، احنا طالبين شهادتها عشان توصلنا للجناه الحقيقيين اللي خدوا محمد خالد وقطعوه باعوا اعضائه. فقال لي مفيش مانع مشكورا كتر خيره اتفضل. وقعدت احضر التحقيق. كان حاضر معايا الاستاذه ايمان زي ما قلت لكم والاستاذه هنادي. وبالمناسبه الاستاذه هنادي حسان هي المحاميه الوحيده اللي حضرت مع مروه التحقيقات اول مره، محدش غيرها حضر، لان المحامين الحقيقيين اللي مع مروه الاستاذ طه والاستاذه هنادي. الاستاذ طه معاه توكيل منها، والاستاذه هنادي كانت موجوده بناء على التنسيق بينها وبين الاستاذ طه اللي كلفها او اللي كان حاضر معاها وطلب منها تحضر مع مروه لان الاستاذ طه تقريبا من المنيا. وبعد ما خلصنا المواجهه وانا خارج زي ما قلت لكم مروه قالت لي خليك معايا، وكان معانا في الوقت ده زميله محاميه صغيره مع الاستاذه هنادي اسمها ايمان، وحضرنا احنا ال3 مع بعض التحقيق. مروه شافت الفيديوهات وقالت فعلا انا اللي قلت الكلام ده وده صوتي.
وده انا، وفعلا المعلومات دي حقيقيه. فبدات النيابه تناقشها في الموضوع، هي عرفت المعلومات دي منين؟ وهنا كانت المفاجاه. مروه قالت ان المعلومات دي قالتها لها واحده كان في بينها خلاف وبين منار، ومنار دي تبقى اخت اسلام، واسلام ده انا ما كنتش عارفه هو ولد ولا بنت، بس اتضح ان اسلام ده اسم بنت، وانا ما كنتش اعرف ان في بنت ممكن يسموها اسلام. والخناقه كانت بيني وبينهم وكانوا بيشتموني وبشتمهم، وبعدين دخلت ام ابراهيم وقالت لي على فكره دول شغالين مع واحده اسمها ام مروان، وبعدين ام مروان شتمتني فانا رديت عليها الشتيمه. فبعدين ام مروان دي انا بقى دورت وراها فعرفت ان اسمها اصلا زينب، وزينب دي بيقولوا ان هي اللي خطفت الواد من الوراق. طب انت جبتي المعلومات دي منين يا مروه؟ ما هي ام ابراهيم قالت لي. طب مين زينب؟ مفيش. طيب مين قال لك؟ طب بعتت لك المعلومات دي فين؟ في مسج. فين المسج؟ اتمسحت. طيب عندك معلومات تانية اكتر من كده من حد تاني؟ حد بعت لك حاجه؟ قالت ايوه، في واحد اسمه اليكس او فيليب وبيقولوا له يا رامز، كان بعت لي قبل كده مسج وقال لي معلومات عن الجماعه دول وان هم بيعملوا تجاره اعضاء وبيعملوا الحاجات دي وبيخطفوا الاطفال. طيب فين المحادثه اللي بينكم؟ الحساب اتقفل. طيب هل معاكي اي حاجه تقدميها للنيابه كدليل على الكلام اللي انت بتقوليه؟ للاسف مروه ما كانش معاها اي دليل. عايز اقول لكم ان انا شخصيا مصدق مروه جدا في كل كلمه بتقولها، ومتاكد ان مروه دي مش مجنونه ابدا، ومش ممكن تكون خرجت تقول الكلام ده الا وهي عندها معلومات وادله. لكن من الواضح ان المعلومات والادله والحاجات اللي كانت معاها كانت محتفظه بيها في رسائل على الحساب بتاع التيك توك، واللي اتقفل في هوجه الاحداث اللي حصلت. واستمر التحقيق مع مروه على انها تقدم للنيابه اي معلومه او دليل يوصلنا مين اللي عملوا كده في الولد الصغير محمد خالد. وكانت المفاجاه ان كل الكلام اللي عند مروه ما هو الا معلومات يمكن تكون حقيقيه، بس ما عندناش الدليل المؤكد عليها. ويمكن يكون في بعض الادله موجوده مع المحامي بتاعها، بس المحامي موجود في المنيا واحنا في اسكندريه ومش عارفين نجيبه، ويمكن ناجل التحقيق لمره تانيه لما يحضر المحامي ويكون موجود. لكن بعد شويه من التحقيق والوقت اتاخر وانا لازم ارجع القاهره، استاذنت من النيابه اني امشي، واستمر في التحقيق معاها الاستاذه هنادي والاستاذه ايمان، وانا مشيت ورجعت القاهره على كده، لاني بصراحه ما حسيتش ان مروه في التحقيقات ممكن تقدم دليل حقيقي او شيء جديد على ان في فعلا تجاره اعضاء بالبشر. جايز عندها معلومات، لكن اللي قال لها المعلومات يا ما ادهاش ادله يا ادها ادله ضعيفه وكمان ضاعت منها. بس الغريب في الموضوع ان لما شفت مروه لقيتها شبه جدا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، شبه غير عادي، كأنهم فولة واتقسموا اتنين. ده كمان فيها ملامح من عينيها من إيمان التوخي، تحس كده انها فعلا تركيبة ما بين إيمان التوخي والرئيس حسني مبارك، طريقتها وكلامها، طريقة مشيتها، ضحكتها، ملامح وشها كلها حسني مبارك. بس لما بدأ التحقيق وبدأ إثبات حضورها وسنها، اتضح ان سنها عدى ال 40 سنة. ولما استرجعت كده الأحداث، لما كانت الإشاعة اللي بتقول ان الرئيس مبارك له علاقة بإيمان التوخي ومتجوزها، كان في النص الأول من التسعينات سنة 94 95. فلو كان اتجوزها فعلا سنة 95 كان زمان مروة دي عندها 29 سنة أو بالكتير 30. قلت لحضراتكم قبل كده انا بثق في المحامي احمد مهران، لكن في اخر الكلام اللي سمعناه في الفيديو ده وهو بيشكك في نسب مروه للرئيس حسني مبارك، عاوز وبيشكك في موضوع الادله، يعني تحس من كلامه كده. انا ليا تفسير للكلام ده، وهو ان الموضوع دلوقتي في ايد امينه وهي النيابه العامه المصريه، وموضوع تجاره الاعضاء يا جماعه الخير علشان يثبت محتاج ادله يقينيه. انا شايف ان مروه معاها مستندات وادله وموجوده تحت ايد النيابه، والكلام ده النيابه ما قالتهوش لان لسه التحقيق شغال، وليس كل ما يعرف يقال.
حطوا خط تحت الكلام ده. ده اللي انا شايفه، ده تحليلي، من يعني تحليلي ووجهه نظري الشخصيه، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، ومش حابب اتكلم كتير في الموضوع ده علشان لو الكلام اللي في دماغي صح ما نكونش احنا سبب في فشل السريه اللي موجوده دي. طيب هنا بعض الناس انتشرت على مواقع السوشيال ميديا بتتهم سعد الصغير، المطرب سعد الصغير، في انتمائه للشبكه بتاعه تجاره الاعضاء. طب ليه الكلام ده؟ بسبب علاقته بوفاء عامر ونشروا المقطع ده. شغال بلقمتك عند وفاء عامر يا سعد. طب وانت ايه مالك؟ لا انا كنت وانت عارف ايه، انت عرفت ازاي كده الموضوع ده؟ ايه مش كنت بتروح انت اللي تجيب ايتن عامر من المدرسه وهي صغيره وترجع تجيب لهم الحاجات في البيت؟ بس كنت شغال عندهم، كانوا هم حابيني. كانت وفاء عامر يعني هي اول واحده قالت لي انت ربنا يكرمك، فروحت البيت طبعا عندهم طبعا، وبقيت خلاص يعني. عرفتك منين وفاء عامر؟ كنت بطبل وبغني في مسرحيه كده ما كنتش معروفه، فشافتني قالت لي انت ربنا يكرمك. فطبعا خدت عليها، رحت البيت طبعا، مامتها ست بركه واخوات، بقيت اقعد معاهم بقى، اروح مع ايتن مشوار بيني وبينك يعني. كنت قاعد عشان بيجيبوا حلويات كتير كده بيحبوا الاكل يعني. لا وهي بتطبخ حلو. لا وفاء طول عمرها لا دي امي. سبحان الله يا صديقي، كل اللي اتعامل مع وفاء عامر يقول لك امي، يعني حتى سعد الصغير بيقول لك زي امي، ام ساجده بتقول لك زي امي، ام مكه بتقول لك زي امي، هبه الترك بتقول لك وفاء عامر زي امي. سبحان الله العظيم. ايه بقى اللي خلى الناس تقول ان سعد مشترك معاهم؟ هو الفيديو اللي هنشره لحضراتكم ده وتم نشره، هو فيديو قديم لطريقته الراقصه اللي كان متجوزها سعد، وهي بتحكي ان سعد قتل ابنها. الفيديو ده لحضرتك الاستاذ هاني عزب. انا شمس وعايزه احكي ايه اللي حصل لي بالظبط. انا كنت متجوزه سعد محمود حنفي الشهير بسعد الصغير. كنت حامل في 7 شهور، وخطفني من اسكندريه للقاهره، والبيبي كانت كبيره 7 شهور، يعني بيبي كبيره، واخدني بالبلطجه والبلطجيه والضرب، ونزلوني من الشقه اللي انا كنت قاعده فيها وخدوني بالعافيه. كانوا في الحقيقه معاهم سلاح ورشاشات، لكن هم يعني جايين ياخدوا راجل مش عيله صغيره حامل يعني. وخدوني ودوني على القاهره، وقف على الصحراوي سعد. انا كنت راكبه العربيه، هو كنت راكبه مع العربيه، وبعدين نط عليا ورا، فضل يضربني بالبنيات ومن شعري في الازاز. فوقفت العربيتين على الصحراوي لما لقوه بيضربني، فبقوا بيشدوا مني ويشدني منهم من ظهري على الاسفلت، بقى بيضربني بالجزمه في وشي وفي بطني، يعني قتلني، موتني من الضرب، قتلني، مجرم يعني. وفضلوا يقولوا له حرام عليك، يعني انت ما هي كده هتنزل اللي في بطنها، حرام عليك هتموت. الموقف ده اللي خلى الناس تقول ان سعد الصغير مش بعيد ان هو يكون شريك في الشبكه دي بسبب قسوه القلب اللي هي عنده. عموما دي كل الاخبار بتاعت حلقه النهارده، وبنتمنى ربنا ان شاء الله يظهر الحق، سواء الحق هنا او الحق هنا، لان الموضوع موضوع تجاره الاعضاء موضوع خطير جدا. ولو مروه كلامها صادق، وده اللي انا حاسس بيه، فان شاء الله الحق هيظهر باذن واحد احد. وزي ما قلت لحضراتكم، موضوع اثبات تجاره الاعضاء، لان الناس اللي بياخدوا اعضائهم دي ممكن يكونوا متبرعين، وفي القانون مفيش تجريم لموضوع التبرع بالاعضاء، لكن البيع هو ده المجرم. فالموضوع صعب، اثبات قضيه تجاره الاعضاء صعبه ومحتاجه سريه، واحنا ان شاء الله مستمرين مع حضراتكم في نشر التطورات الجديده، لعل وعسى يكون كلامنا ده يشفع لنا قدام ربنا، يعني في محاوله اظهار الحق. تحياتي لحضرتك لو وصلت معايا للثانيه دي من الفيديو، يشرفني رايك في التعليقات، سواء اختلفت معايا اتفقت، علق باحترام وانا هرد عليك وهقرا تعليقك. ولو شفت ان كلامنا مهم، اعمل لايك للحلقه وانشرها في كل مكان علشان كلامنا يوصل للناس كلها. ولو حابب تنورني وتشترك وتفعل الجرس يبقى على راسي، واشوفكم في حلقه جديده قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.